حسب رأيي أنا ورأي أغلبية التجار بعكا، المظاهرة اللي صارت بعكا مش أول يوم، أول يوم صارت مظاهرة والكل تضامن فيها. المظاهرة اللي صارت ثاني يوم بعكا كانت غلط حسب رأي منير لسببين. أول شيء البني آدم هذا إجا عكا، إحنا ما بنقدر نمنعه يفوت على عكا، إحنا كنا بنقدر نتجاهله بدل ما يوقفوا يتظاهروا ويضربوا حجار على البوليس ويجي الصحف العبرية تصور. كنا بنقدر نفتح يفوت على عكا، نفتح قرآن بالجوامع. أنا حسب رأيي هذا الإشي كان بيستفزه وبيطلع زي الكلب من عكا، وما كناش إحنا بننضر بيوم السبت. عكا القديمة منير أنا بقول لك واسأل أغلبية التجار مبنية على يوم السبت، جمعة سبت. الوضع اللي صار بعكا اليوم ما فيش ربع العالم اللي بتفوت على عكا يوم السبت، ما فيش يعني. اذا بتشوف انت عالم، هدول عالم نايمين بالاحسنيات، هدول لابسين كيبوت ما بيشتروش من عكا لانه هدول متدينين، بوكلوا كاشير وما بيشتروش شيء من عكا القديمه، بيجوا ببرموا بعكا العتيقه وبيروحوا. كمان مره احنا ضد المظاهرات بعكا منير، ضد احنا بنشتغل مع كل العالم ضد المظاهرات بعكا. اول مظاهره احنا كنا مأيدينها، اما ثاني مظاهره كانت غلط حسب راي منير. الوضع أنا شيء طبيعي، يعني وضع عادي، يمكن يكون متغير من شان الطقس مش كل الآن، أما في حركة يعني منيحة بالبلد. المظاهرات حتى دائما احنا بنقول انه مظاهراتنا لو بتكون سلمية بكون شيء أحسن، أما شيء عادي يعني طبيعي ويا العالم كليته، ملان في ناس بالسوق في المطاعم حتى ملان، في حركة منيحة يعني. الأوضاع مستقرة منيحة زي ما أنت شايف، رغم الأوضاع اللي قلطناها إحنا من ناحية القصف على غزة والمظاهرات اللي صارت عندنا هون شايف، وحالة الطقس عندنا الماطرة شايف، حركة بالإجمال طبيعية ومنيحة، ما فيش تأثير من ناحية المظاهرات. فتنساش إنه كمان أهل الجنوب كمان اللي كانوا هون، اللي قصفوا البيوت والأرض بظروف صعبة عم ترجع على بيوتها حتى تستمر بحياتها وتصلح الأضرار اللي حصلت من وراء الأحداث. قال لك 100% حبيبي. والخميون هذا كمان قال لي كثير لما بيجي زبون بدفع 20 شيكل صعب كثير. طلع انت صور هون شوف كله سيارات ما بيطلعوش ال 20 شيكل، هون 20 والخدة 20 والنيلة. هاي الأوضاع المضبوط في البلد. اللي أنا بقوله إنه الوضع هيك حسب، لأنه الصبحيات كان مغيمة وشتاء وعم بيحكوا الأخبار إنه شتاء. إسا شمست هي في ناس وفي حركة طبيعية. وامبارح كان مع إنه امبارح شتاء كان الوضع ممتاز. الناس الموجودة اليوم بالسوق مش الناس اللي بنشوفها كل سبت احنا، هدول الناس اللي ساكنين بنهرية وبالكرايوت وبموتسكيت، هدول يوم طبعا بعكوا كثير منهم، كل يوم بشوفهم بيجوا عند سعيد وبيجوا بياكلوا عندنا، بس عشان اليوم الخوف ايش اني قاعدين وبنزلوا اولادهم يغيروا لهم جو. اما الزباين اللي بيجوا من الدروم من تل ابيب وبير السبع وتحت تقرا مش راح يجوا هي الجمعه بسبب واحد، مش قصه انه صار عندنا مظاهرات وصار مشاكل، احنا عملنا مظاهره، هاي مظاهره ضد العنف ضد الحرب، ما بدناش لا يموت يهودي ولا يموت عربي. بس هون انه سمعت انا بالتلفزيون حطوا انه بدهم يعملوا دعايات وفستيفال صغير بتل ابيب عشان يقووا الناس يقووا الشعب غاد، فكله ما ضلوا ببيوتهم وضل بالمنطقه تل ابيب. عشان هيك السوق عندنا اليوم ضعيف، وحتى بيركا سمعت السوق ضعيف لانه ما فيش كمان حركه يهود من شقه تل ابيب. والله يا اخي هاي المظاهره بعكا كثير اثرت على البلد هون، على كل تجار البلد وعلي انا اصلا كمان. طلعت كيف هذيك الجمعه كان شتاء وكان هواء وكان عالم ملان. طلع اليوم شمس ومش احلى من الطقس هذا، فيش ولا يهود. حرم عكا عملوا يهود، عملوا حرم على عكا. عشان هيك كل واحد طلع بمظاهره خياي، كله بمثل حاله. هاي قصه انتخابات، بس عشان انتخابات وعشان هذا مصلحة هذا ومصلحة هذا، واحنا اللي بناكلها. شو بنستفيدين يعني كل هذا؟ شوفوا سوريا ايش عم يصير فيها، شوفوا العرب، طلعوا هسه على نقطة من بحر، احنا نقطة هون. بطلب من اهل البلد بلاش هاي الاشياء تعملوها بعكا. احنا عندنا مصالح، بدنا نعيش، بدنا ناكل، بدنا نشرب، يا اخي بدنا نطعم اولادنا، ما ينفعش هيك.
انا بعتقد انه اللي صار وضع خفيف بالسوق من الطقس مش من المظاهرات اللي صارت، لانه لو في وضع حيرة من المظاهرات اللي صارت ما بنشوفش يهود ولا شيء بالسوق.